نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا، وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. نور على مر الزمان. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فمرحبا بكم أعزائي المشاهدين في برنامجكم سير وأعلام، وهو برنامج تفاعلي يتناول المناسبات والموضوعات وأسباب النزول في جزء عامة. فأهلا بكم مرة أخرى. كنا قد تكلمنا في الحلقة الماضية عن سورة النصر وعن تداعيات فتح مكة، وها نحن نحط رحالنا اليوم في سورة الكافرون وسورة الإخلاص وسورة العبادة، وهي قل يا أيها الكافرون. وسنتناول في هذه الحلقة المباركة أبرز الموضوعات في هذه السورة الكريمة الشريفة، وما سبب نزولها، وما هي التطبيقات الحياتية العملية التي نستلهمها من هذه الآيات. فبادئ ذي بدء نتلو كتاب الله سبحانه وتعالى ونستعيذ من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. هذه سورة الكافرون، وتسمى بسورة الإخلاص، وتسمى بسورة العبادة. هي قل يا أيها الكافرون. وجاء في سبب نزولها أن كفار قريش عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم عرضا أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى سنة، وأن يعبد نبينا صلى الله عليه وسلم آلهتهم سنة بشرط أن يشاركهم في عبادة آلهتهم. فنزلت هذه الآيات. ففي الأثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن قريشا وعدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطوه مالا فيكون أغنى رجل بمكة، ويزوجوه ما أراد من النساء ويطأ عقبه. فقالوا له هذا لك عندنا يا محمد، وكف عن شتم آلهتنا فلا تذكرها بسوء، فإن لم تفعل فإنا نعرض عليك خصلة واحدة فهي لك ولنا فيها صلاح. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم وما هي؟ قالوا تعبد آلهتنا سنة اللات والعزى ونعبد إلهك سنة. قال حتى أنظر ما يأتي من عند ربي. فجاء الوحي من ربنا سبحانه وتعالى بقل يا أيها الكافرون. وجاء كذلك آية أخرى أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، إلى قوله فاعبد وكن من الشاكرين. وكذلك ورد فيها ما رواه سعيد بن مينا البختري قال لقي الوليد ابن المغيرة والعاص ابن وائل والأسود ابن المطلب وأمية بن خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا محمد هلم فلنعبد ما تعبد ولتعبد ما نعبد ونشركك في أمرنا كله، فإن كان الذي جئت به خيرا مما بأيدينا كنا قد شركناك فيه وأخذنا بحظنا منه،
وإن كان الذي بأيدينا خيرا مما في يديك كنت قد شركتنا في أمرنا وأخذت منه بحظك. فأنزل الله: قل يا أيها الكافرون. وقال السيوطي رحمه الله، أخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن وهب قال: قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم: إن سرك أن نتبعك عاما وترجع إلى ديننا عاما. فأنزل الله: قل يا أيها الكافرون. وكذلك ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن قريشا قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: لو استلمت آلهتنا لعبدنا إلهك. فأنزل الله: قل يا أيها الكافرون. والحاصل أن كل الآثار السابقة وإن ضعفت أسانيد أفرادها إلا أنها تتقوى بمجموعها ويشهد بعضها لبعضا، وهذا وافق ظاهر القرآن كما صححه مضمونه الشيخ الألباني رحمه الله. فضائل سورة الكافرون أيها الأعزاء المشاهدين: من فضائلها قل يا أيها الكافرون فيها إخلاص العمل وفيها إخلاص القول والمعرفة. فعن جابر رضي الله تعالى عنه أن رجلا قام أي في صلاته فركع ركعتي الفجر فقرأ في الأولى: قل يا أيها الكافرون، حتى انقضت السورة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا عبد آمن بربه. ثم قام فقرأ في الآخرة أي في الثانية، في الركعة الثانية، بقل هو الله أحد، حتى انقضت السورة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا عبد عرف ربه. ولما كانت كلمة الإخلاص أفضل شعب الإيمان لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 67 أو 77 شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله، صححه مسلم. ولما كان العلم قائدا للعمل وإمامه قال سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فإنه من قرأ قل يا أيها الكافرون عدلت له بربع القرآن، ومن قرأ قل هو الله أحد عدلت له بثلث القرآن، صححه الترمذي. ومن فضائل هذه السورة أن تكرار قراءتها على اعتقاد صحيح براءة من الشرك. فعن مهاجر أبي الحسن عن شيخ أدرك النبي صلى الله عليه وسلم قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم فمر برجل يقرأ قل يا أيها الكافرون، قال: أما هذا فقد برئ من الشرك. قال: وإذا آخر يقرأ قل هو الله أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بها وجبت له الجنة. وفي رواية: أما هذا فقد غفر له، رواه الإمام أحمد في مسنده وصححه شعيب الأرناؤوطي رحمه الله. ولما كان النوم أخا الموت حسن النوم على أكمل براءة من الشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لنوفل: اقرأ قل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. ورد ذلك في صحيح الترغيب والترهيب. ولذلك يسن للإنسان أن يقرأ قبل منامه 3 قل هو الله أحد، و3 قل أعوذ برب الفلق، و3 قل أعوذ برب الناس، وقل يا أيها الكافرون، وينفث في يديه ويمسح بهما ما استقبله من جسده. موضوعات هذه السورة، وسنتناول عن الأحداث التي نزلت فيها هذه السورة وما تبعها من أحداث في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. السورة تكلمت في أبرز موضوع هي المساومة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أسلوب كفار قريش الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. وسنتناول عن مسلسل المساومات والمفاوضات مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يترك هذا الدين الذي أتى إلينا من ربنا سبحانه وتعالى،
وجاهد في حق الله حق جهاده نبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام والسلف الصالح حتى أتى إلينا، لننظر أعزائي المشاهدين ولنتأمل هذا المسلسل الذي سنشرحه في هذه الحلقة، ما كان يفعلون، وما هي أساليبهم، وما هي وسائلهم لكي يتنازل النبي صلى الله عليه وسلم برهة ولحظة ويميل ميلا عظيما إلى دينهم. فمن ذلك من هذه الصور نذكر ما ذكره ابن هشام وابن كثير في السيرة النبوية، حوار زعماء قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم في محاولتهم مساومته وإيقافه عن تبليغه لدين الله سبحانه وتعالى. فعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال: اجتمع عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبي سفيان بن حرب والنضر بن الحارث ابن كلدة أخو ابن عبد الدار وأبو البختري ابن هشام والأسود ابن عبد المطلب وزمعة ابن الأسود والوليد ابن المغيرة وقوم آخرون، قالوا اجتمعوا بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة، ثم قال بعضهم لبعض: ابعثوا إلى محمد فكلموه وخاصموه حتى تعذروا فيه. فبعثوا إليه: إن أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم سريعا، وهو يظن صلى الله عليه وسلم بظنه الخير أنه قد بدا لهم فيما كلمهم فيه بداء، وكان عليهم حريصا يحب رشدهم ويعز عليهم عنتهم، حتى جلس إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي فقالوا له: يا محمد، إنا قد بعثناك إلينا لنكلمك، وإنا والله ما نعلم رجلا من العرب أدخل على قومه مثل ما أدخلت على قومك، لقد شتمت الآباء وعبت الدين وشتمت الآلهة وسفهت الأحلام وفرقت الجماعة، فما بقي أمر قبيح إلا قد جئته فيما بيننا وبينك، أو كما قالوا له. فإن كنت إنما جئت بهذا الحديث تطلب به مالا، جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا أموالا، وإن كنت إنما تطلب الشرف والسؤدة فينا فنحن نسودك علينا، أي نجعلك رئيسا وسيدا علينا، نجعلك سيدنا وزعيمنا. وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا، أي رأيا تراه قد غلب عليك، وكانوا يسمون التابع من الجن رئيا أي متلبس بجن، فربما كان كذلك بذلنا لك أموالنا، أي بذلوا في علاج النبي صلى الله عليه وسلم، يظنون أنه ساحر أو مجنون أتواصوا به، بل هم قوم طاغون كما قال ربنا عز وجل، حتى بذلنا لك أموالنا في طلب الطب حتى نبرئك منه أو نعذر فيك. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الثبات والاعتزاز بالدين، فقال: ما بي ما تقولون، يعني ليس عندي من الذي قلته وليس من الذي قلتم فيما أريده شيء. قال: ما بي ما تقولون، ما جئت بما جئتكم به أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم، ولكن الله بعثني إليكم رسولا وأنزل علي كتابا وأمرني أن أكون لكم بشيرا ونذيرا، فأبلغكم رسالات ربي ونصحت لكم، فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوه علي أصبروا لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم. هذه السورة الأولى والمرحلة الأولى. انتقل زعماء قريش إلى الخطوة الثانية في حديثهم وحوارهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يثنوه عن تبليغ دين الله سبحانه وتعالى. فالخطوة الثانية انتقلوا إلى وطلبوا منه أن يسأل ربه أن يسير عنهم هذه الجبال التي ضيقت عليهم
وأن يفجر لهم من الأرض ينبوعا ويبسط لهم البلاد ويحيي لهم الموتى. ولا سيما قصي بن كلاب قال ابن هشام: قالوا يا محمد فإن كنت غير قابل منا شيئا مما عرضناه عليك فإنك قد علمت أنه ليس من الناس أحد أضيق بلدا، أي يعنون مكة، وكانت مكة بين أودية، ولا أقل مالا ولا أقل ماء ولا أشد عيشا منا، فسل لنا ربك الذي بعثك بما بعثك به فليسير عنا هذه الجبال، أو فليزيح هذه الجبال عن هذا الوادي الذي نعيش فيه، عن هذه الجبال التي ضيقت علينا، وليبسط لنا بلادنا وليفجر لنا فيها وليفجر لنا فيها أنهارا كأنهار الشام والعراق، وليبعث لنا أن يحيي من مضى من آبائنا، وليكن في من يبعث لنا منهم قصي ابن كلاب، فإنه كان شيخ صدق، فنسألهم عما تقول. أي يسألون استخفاف العقل. انظروا أعزائي المشاهدين، أي يسأل الله أن يحيي الموتى، وأن يسألوا هم آباؤهم الذين أصبحوا جثثا بالية، أن يسألوهم في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ويعنون قصي ابن كلاب، فإنه كان شيخ صدق، فنسألهم عما تقول أحق هو أم باطل؟ فإن صدقوك وصنعت ما سألناك صدقناك، وعرفنا به منزلتك من الله، وأنه بعثك رسولا كما تقول. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا بعثت إليكم، إنما جئتكم من الله بما بعثني به، وقد بلغت ما أرسلت به إليكم، فإن تقبلوه فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوه علي أصبر لأمر الله تعالى حتى يحكم الله بيني وبينكم. وفي هذا يقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة الفرقان: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل هل كنت إلا بشرا رسولا. وردت هذه الآيات في سورة الإسراء وليست الفرقان. فانتقلوا زعماء قريش إلى المحاولة الثالثة والنقطة الثالثة والمنزلة التي تلي هذه المنزلة، فقالوا طلبوا منه أن يسأل ربه أن يبعث له ملكا يصدقه ويراجعونه فيه، وأن يجعل له جنات وكنوز وقصورا من ذهب وفضة. فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم كما أجاب في الأولى والثانية: إنما جئتكم من الله بما بعثني به، وقد بلغتكم ما أرسلت به إليكم، فإن تقبلوه فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوه علي أصبر لأمر الله تعالى حتى يحكم الله بيني وبينكم. يئسوا؟ لم ييأسوا، وأهل الباطل لا ييأسون. فانتقلوا إلى النقطة الرابعة، طلبوا منه العذاب، أن يسقط عليهم كسفا من السماء كما يقول ويتوعد، فقال لهم ذلك إلى الله إن شاء فعل. فقالوا أما علم ربك أنا سنجلس معك ونسألك ونطلب منك حتى يعلمك ما تراجعنا به وما هو صانع بنا إذا لم نقبل. والنبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم كل مرة بهذه العبارة: ما هذا بعثت إليكم، إنما جئتكم من الله بما بعثني به، وقد بلغتكم ما أرسلت به إليكم، فإن تقبلوه فهو حظكم في الدنيا والآخرة،
وإن تردوه علي أصبر لأمر الله تعالى حتى يحكم الله بيني وبينكم. هل يئسوا؟ أخيرا هددوا النبي صلى الله عليه وسلم أشد التهديد، فقالوا أما والله لا نتركك وما فعلت بنا حتى نهلكك أو تهلكنا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرف عنهم إلى أهله حزينا أسفا لما فاته من طمع من قومه. ولما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا تسلسل الأحداث في المساومة والمفاوضات مع النبي صلى الله عليه وسلم التي مزجت بين الترغيب وبين الترهيب وبين الإغراء وبين النفاق والشقاق وبين الخيانة. ولما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطبهم أبو جهل في كبريائه. ومن هو أبو جهل؟ وقال يا معشر قريش إن محمدا قد أبى إلا ما ترون من عيب ديننا وشتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وشتم آلهتنا، وأني أعاهد الله لأجلسن له بحجر ما أطيق حمله، أي لا أخذ حجرا لا يستطيع حمله، فإذا سجد في صلاته فضخت به رأسه، أي رميت به رأسه، فأسلموني عند ذلك أو امنعوني. يأخذ الإذن من قومه، فليصنع بعد ذلك بنو عبد مناف ما بدا لهم، أي عشيرة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا والله لا نسلمك لشيء أبدا فامضي لما تريد. عززوا فيه هذا الباطل. فلما أصبح أبو جهل من الصباح أخذ حجرا كما وصف، ثم جلس لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظره. وغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يغدو، فقام يصلي بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، وقد غدت قريشا فجلسوا في أنديتهم ينتظرون ما أبو جهل فاعل. فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم احتمل أبو جهل الحجر، أي أخذه، ثم أقبل نحوه حتى إذا دنا منه رجع منهزما ممتقعا لونه مرعوبا، قد يبست يداه على حجره حتى قذف الحجر من يده. وقامت إليه قريش: ما لك يا أبا الحكم؟ قال: قمت إليه لأفعل به ما قلت لكم البارحة، فلما دنوت منه عرض لي دونه فحل من الإبل، إبل عظيمة، لا والله ما رأيت مثل هامتها أي رقبتها، ولا مثل قصرتها، ولا أنيابها لفحل قط، فهم بي أن يأكلني. قال ابن إسحاق: فذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ذاك جبريل عليه السلام لو دنا لأخذه. كذلك من مسلسل الأحداث في مفاوضات النبي صلى الله عليه وسلم والمساومة له ما رواه ابن إسحاق بسنده قال: اعترض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالكعبة الأسود ابن عبد المطلب ابن أسد ابن عبد العزة والوليد ابن المغيرة وأمية بن خلف والعاص ابن وائل السهمي، وكانوا ذوي أسنان في قومه، فقالوا: يا محمد، فلنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد، فنشترك نحن وأنت في الأمر، فإن كان الذي تعبد خيرا مما نعبد كنا قد أخذنا بحظنا منه، وإن كان ما نعبد خيرا مما تعبد كنت قد أخذت بحظك منه. فأنزل الله فيهم: قل يا أيها الكافرون. كل هذه المسلسل الأحداث لم ينتهي مع نبينا صلى الله عليه وسلم، فطوبى لمن أحب سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فاصل أعزائي المشاهدين ثم نواصل. يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى، نور على مر الزمان تألقا.
يقول الله تعالى في محكم تنزيله من سورة النحل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم فيه لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. القرآن الكريم والسنة النبوية هما محض احتياج المرء في كل أموره، في دينه وفي دنياه وحتى في آخرته. فالله سبحانه وتعالى لم يترك لنا شاردة ولا واردة إلا أوضحها لنا في القرآن الكريم أو في السنة النبوية. لكن نحن عامة الناس قد يصعب علينا فهم الآية أو يستشكل علينا معنى الحديث، وهنا يأتي دور العلماء الربانيون الذين هم ورثة الأنبياء، وعلى الهدى لمن استهدى أدلاؤه. فاسألوا أهل الذكر، برنامج أسبوعي نستقبل فيه أسئلتكم واستفساراتكم عن طريق الاتصالات أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكل أموركم ومسائلكم الفقهية والحياتية وغيرها، مع كوكبة من علمائنا الأجلاء، فكونوا على الموعد. يا معاشر المؤمنين، التوجيه النبوي لكم أنتم أيها الشعوب المعنيون بهذا. فأين القلوب المؤمنة التي تطاطئ رأسها لله سبحانه وتعالى وتتسابق في أوامر الله من الحجاب والعفة والصلاة والصيام والزكاة؟ هذا الفتى خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صادقا مخلصا مدافعا لهذا الدين. هذا هو ديننا، وهذه هي رسالة سلام. للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى. ويتوالى مسلسل الأحداث مع النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم في المساومة والتنازل عن تبليغ هذه الدين العظيم الذي تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظه وحفظ أهله وأوليائه المبلغين عنه لهذا الدين العظيم. حري أن نعض على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نحبه حبا جما، ونفديه بأموالنا وأهلينا وذوينا وأنفسنا قبل كل شيء. ومحبته لازم من لوازم الإيمان صلى الله عليه وسلم. هل عجز كفار قريش عن هذا؟ هل سكتوا؟ بل توالت المساومات على النبي صلى الله عليه وسلم وصور بل آذوه صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما نقله عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وهو شاهد عيان، قال: حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم يوما في الحجر، أي في حجر الكعبة، يوما في الحجر، فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من هذا الرجل قط، سفه أحلامنا وشتم آباءنا وعاب ديننا وفرق جماعتنا وسب آلهتنا، لقد صرنا على أمر عظيم، أو كما قالوا. قال: فبينما هم كذلك اطلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل يمشي حتى استلم الركن،
ثم مر بهم طائفا بالبيت، فلما أن مر بهم غمزوه ببعض ما يقول. قال فعرفت ذلك في وجهه ثم مضى، فلما مر بهم الثالثة فغمزوه بمثلها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تسمعون يا معشر قريش؟ أما والذي نفس محمد بيده لقد جئتكم بالذبح. فأخذت القوم كلمته حتى ما منهم رجلا إلا كأنما على رأسه طائر واقع من الذل والانكسار والخوف من كلمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المنصور بالرعب. قال فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كانوا من الغد اجتمعوا في الحجر وأنا معهم، فقال بعضهم لبعض: ذكرتم ما بلغ منكم وما بلغكم منه، حتى إذا بدأكم بما تكرهوه تركتموه. فبينما هم في ذلك اطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوثبوا إليه وثبة واحدة فأحاطوا به يقولون: أنت الذي تقول كذا وكذا، كما كان يبلغهم عنه من عيب آلهته ودينهم. قال فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في وسطهم وأوسطهم يقول: نعم أنا الذي أقول ذلك. أي شجاعة هذه كان يملكها نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو المؤيد والمنصور. قال فلقد رأيت رجلا منهم يجمع بردائه. قال وقام أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه دونه وهو يبكي ويقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ثم انصرفوا عنه، فإن ذلك لأشد ما رأيت قريشا بلغت منه. أي أسلوب كانوا ينتهجونه من الضرب ومن التنكيل ومن السب والشتم والغمز واللمز. لم يتركوا النبي صلى الله عليه وسلم لحظة إلا وساموه بأنواع من المغريات وأنواع من سوء العذاب. هذا ما كان مسلسل الأحداث مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة الشريفة في بادئ دعوته صلى الله عليه وسلم، فما كان منه إلا أن كان صابرا محتسبا شجاعا ذو بأس شديد لا يخاف في الله لومة لائم صلى الله عليه وسلم، ولنا فيه قدوة حسنة. الهدايات العملية والتطبيقات التي نستفيدها من هذه الأحداث والوقائع من سورة الكافرين أو من سورة الكافرون، من هذه الهدايات: أولا أن على الإنسان أن يكون صريحا في دينه، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كانوا يغروه أشد الإغراء وهو يقول: إنما بعثت رسولا مبشرا ونذيرا أبلغكم رسالات الله. هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قلنا قبل قليل وهو في وسطهم صلى الله عليه وسلم ويجمعون بردائه الشريف صلى الله عليه وسلم وهم يرددون ويقولون: قد أنت سببت آلهتنا وشتمتنا وعيبتنا، وهو يقول: نعم كذلك، نعم كذلك. أي شجاعة هذه! فلنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك لنا في أبينا إبراهيم عليه السلام. أليس ربنا قال: إذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، في سورة الأنعام: إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال: يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه يجادلونه
قومه وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. كذلك من التطبيقات الحياتية والتي نستفيدها من هذه السورة ألا تترك شيئا من دينك من أجل أن ترضي الناس أو تجبر خواطرهم فهو النفاق الصريح. ألم نسمع إلى قول ربنا سبحانه وتعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى ولولا فضل الله يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. كذلك من التطبيقات التي نستفيدها من مسلسل الأحداث في سورة الكافرون أن المسلم مستقل بدينه ومبادئه وأخلاقه وسلوكه لأن دينه كامل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أن المسلم مميز بدينه عن سائر الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم كان مميزا في دعوته صلى الله عليه وسلم يدعوهم ليل نهار وسرا وجهار ويدعوهم بكل ما أوتي صلى الله عليه وسلم. كذلك من التطبيقات العملية التي نستفيدها من سورة الكافرون الثبات على دين الله سبحانه وتعالى. الثبات أعزائي المشاهدين هو منهج الأنبياء والرسل والمصلحين والسلف الصالح. الثبات على دين الله. إن لم تثبت على دين الله عز وجل ومبادئك فعلى ماذا تثبت؟ إن لم تدافع ويكون لك الغيرة عن دين الله سبحانه وتعالى ومبادئك التي هي أصل دينك وفطرتك فعلى ماذا تغار؟ الثبات أعزائي المشاهدين. النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليه الصلاة والسلام أو أمروا كفار قريش بأن يغتالوه أكثر من مرة وآذوه صلى الله عليه وسلم في جسده الشريف بل وفي زوجاته وآذوه صلى الله عليه وسلم وقالوا عنه ساحر ومجنون ويقول أساطير الأولين صلى الله عليه وسلم بل حتى الصغار من أبناء الطائف كانوا يرمونه الصغار والعبيد والموالي كانوا يرمون النبي صلى الله عليه وسلم في عقبه الشريف حتى أدميت صلى الله عليه وسلم وهم يقولون هذا مجنون صلى الله عليه وسلم بل أوذي من جاره أبو لهب وزوجه أروى بنت جميل بنت حرب أوذي من جاره فكانوا يضعون في طريقه شوكا بل كانوا يضعون سل الجزور عليه الصلاة والسلام على ظهره الشريف حينما كان ساجدا في مكة بل ضربوه وأدموه كفار قريش وما كان من أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه إلا أن انتزعه منهم الصديق رضي الله تعالى عنه وهذا كله في مكة. هل أثناه ذلك عن دينه؟ هل تردد النبي صلى الله عليه وسلم على تبليغ هذا الدين؟ حاشاه صلى الله عليه وسلم بل كان كما قال لملك الجبال حينما خرج من مكة النبي صلى الله عليه وسلم وآذوه أهل مكة خرج النبي صلى الله عليه وسلم فما وجد نفسه إلا في الطائف أتاه جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال فقال يا محمد
إن ملك الجبال يقرئك السلام، فإن شئت، فقال له ملك الجبال إن شئت يا محمد أطبقت عليهم الأخشبين، مكة في وادي والأخشبين جبلين عظيمين، إن شئت يا محمد أطبقت عليهم الأخشبين. فقال لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. هذا الثبات صلى الله عليه وسلم مدرسة وأسوة حسنة. ومن قبل إبراهيم عليه السلام قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. رموا إبراهيم عليه السلام في النار، نار عظيمة متوهجة، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. لم يثنيه عن تبليغ دعوته صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه السلام. وكذلك نبينا موسى عليه السلام حينما طارده فرعون وقومه حتى أتى إلى حافة البحر، فقال قومه إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، إن معي ربي سيهدين. هذا هو الثبات، وهو منهج الأنبياء، وكذلك هو منهج الصحابة والتابعين والسلف الصالح. أليس كانوا الصحابة يعذبون في مكة والنبي صلى الله عليه وسلم يمر عليهم ويقول آل ياسر اصبروا فإن موعدكم الجنة، ويأتيه أحد الصحابة إلى حجر الكعبة فيقول يا نبي الله استنصر لنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحكي لهم قال إنه كان في من كان قبلكم يمشط بالمنشار بين مفرق شعره ومفرق رأسه فينشر نصفين وما يصده عن دينه شيئا. هذا هو الثبات الذي يجعل الإنسان لا يبالي بما يلقاه من سوء العذاب في الدنيا. لماذا؟ لأن قلبه عامر بالإيمان. كذلك من التطبيقات التي نستلهمها من هذه السورة ألا تطمع في الكافر الذي أعلن إعراضه وهجومه على الدين، وتأمل في أن تمشي أنت وإياه في خط واحد. ما المقصود بذلك؟ أنصاف الحلول. قريش لما عجزت في مساومة النبي صلى الله عليه وسلم ذهبوا إلى أنصاف الحلول، إلى وسط الطريق، إلى كلمة سواء بيننا وبينك يا محمد، تعبد آلهتنا سنة ونعبد آلهتك سنة. وفي الآثار الأخرى التي ذكرناها إن تعبد آلهتنا فإن وجدت خيرا أخذت حظك منه، ونعبد إلهك وإن وجدنا خيرا أخذنا حظنا منه. فما كان من الله سبحانه وتعالى إلا أن أنزل قل هذه المفارقة بين الحق والباطل. لا يوجد أنصاف حلول بين الحق والباطل، إنما هو فسطاطان، فسطاط أهل الحق وأهل الباطل، وإنما هم فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير. كذلك من التطبيقات الحياتية التي نستلهمها من سورة الكافرون أن دين الله يدعو لحرية الرأي والمعتقد دون إكراه مع عدم الاعتداء على حرية الآخرين وظلمهم. النبي صلى الله عليه وسلم لنا فيه أسوة حسنة، كان يدعو الله سبحانه وتعالى، لم يرفع السلاح ولم يمد يده الشريفة صلى الله عليه وسلم ولم يعنف أحدا لكي يسلم طيلة حياته صلى الله عليه وسلم، بل أمر الله سبحانه وتعالى من كثرة ما وجد الصحابة من التعذيب وما كان في نفسهم من الإيمان واستعلاء وعلو الحق، قال لهم الله سبحانه وتعالى يعلمهم الصبر والثبات. ألم تر في سورة النساء ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. تعليم أن الإنسان يثبت ويصبر حتى يأتي الله بأمره. كذلك أن هذه السورة ترسخ قضية الولاء والبراء، الولاء لدين الله ولأهله ولرسوله ولأهل الإسلام وللمؤمنين، والبراء من الشرك والنفاق وأهله ومعتقداتهم وحياتهم
البراءة من الشرك وأهله، وهذا واضح في سورة الكافرون: لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم لكم دينكم ولي دين. ولذلك كان كل دعوة الأنبياء والرسل هي التوحيد الخالص، البراءة من الشرك وأهله، ودعوة أهل الحق. ونوح عليه السلام أخذ قومه في سفينة حتى ترك زوجته وترك ولده: يا بني اركب معنا، قال سآوي إلى جبل. وفي نهاية مقطع الآيات قال ربنا إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم. البراءة من الشرك والنفاق وأهله. ومن ذلك النبي صلى الله، حتى فيما كان يظن النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة لعمه، فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب استغفار لعمه بأن الله عز وجل يغفر له، ولكن الله سبحانه وتعالى قال في محكم التنزيل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. وأنزل الله في هذا: إنك لا تهدي من أحببت يا محمد، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وإبراهيم عليه السلام كما في سورة التوبة: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لحليم أواه منيب. هذه هي البراءة من الشرك وأهله. وأنبياء الله ورسله منهجهم واضح في البراءة والبراءة من الشرك. ومن ذلك ما رواه عثمان بن مظعون رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل عنه، كان في جوار الوليد بن المغيرة فرأى إخوانه المعذبين المؤمنين يعذبون فرد عليهم جواره، ثم جلس في مجلس كان فيه الشاعر لبيد، وكان لبيد ينشر شعرا ويقول: ألا كل شيء ما خلا الله باطل؟ قال: صدقت. فأكمل البيت وقال: وكل نعيم لا محالة زائل. قال: كذبت. قال: كذبت. فغضب لبيد وقال: يا معشر قريش ما كان يؤذى جليسكم. فقالوا: هذا سفيه في سفهاء معه قد فارقوا ديننا. فغضب عثمان بن مظعون رضي الله تعالى عنه وقام وتشاجروا، وأتى ذلك الرجل فضربه على عينه حتى خضرها، يعني اخضرت من الضربة. فقال له الوليد بن المغيرة حينئذ: أما والله يا ابن أخي لقد كنت في ذمة منيعة، ما حملك على أن تخرج من ذمتي؟ فقال: أما والله إني لفي جوار من هو أعز منك في جوار الله عز وجل. وأنشد شعرا قال فيه: فإن تك عيني في رضا الرب نالها، يدا ملحد في الدين ليس بمهتدي، فقد عوض الرحمن منها ثوابه، ومن يرضه الرحمن يا قوم يسعدي. فإني وإن قلتم غوي مضلل سفيه على دين الرسول محمد، أريد بذاك الله والحق ديننا على رغم من يبغي علينا ويعتدي. هذا كانت العزة في دين الله سبحانه وتعالى، والثبات في دين الله عز وجل. وسورة الكافرون نستلهم منها العبر الكثيرة في حياتنا، بأن لا نقلد الكفار، وأن لا نقلد أهل الأهواء، وأن لا نقلد المنافقين في كل ما يخص. نتميز أعزائي المشاهدين بديننا الشريف، بديننا المتين الذي بلغنا من ربنا سبحانه وتعالى، وبأنه هذا هو الدين الخالص الذي يحيي الأمم ويحيي الإنسان ويحيي الروح. حري بالإنسان أن يحمد الله سبحانه وتعالى. ولنا في رسول الله أسوة حسنة. ألا نقول أعزائي المشاهدين بعد كل صلاة بعدما يفرغ المؤذن من الأذان نقول: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. جعلنا الله وإياكم من أهل التوحيد ومن أهل الحق الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فطوبى لمحبين النبي صلى الله عليه وسلم. أعزائي المشاهدين، إلى هنا نصل إلى نهاية حلقتنا المباركة، على أمل اللقاء بكم في حلقات أخرى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على مر الزمان تألقا، وأضاء للدنيا طريقا مشرقا، وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. نور على مر الزمان تألقا.